الصعيد. قناة مصر السابعة. ليس في الله ماشي. يا سلام على الكلمات الجميلة، مش مجرد ابتهال لكن هي مناجاة من العبد إلى رب سبحانه وتعالى. عشان خاطر كده في مقولة بتتقال إن القرآن هو صوت الله سبحانه وتعالى، أما الابتهال هو صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. مين اللي قال كده؟ سيدنا ومولانا فضيلة الشيخ محمد الطوخي، واحد من عمالقة دولة التلاوة في جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما تحيا جمهورية مصر العربية. قد يتوقف التاريخ أحيانا عند مصر القوية، قوية إيه؟ سياسيا واقتصاديا أحيانا، لكن يتوقف التاريخ بشكل دائم عند مصر القوية ثقافيا وإبداعيا، وبين قوسين الجمال بتاع الخاص بالقوة الناعمة لجمهورية مصر العربية. إذا مصر تبوأت مكانتها على مستوى العالم كله من خلال القوة الناعمة اللي سيطرت بها على كثير من الدول العالم، من خلال روافد كثيرة جدا من الفن والإبداع وكله. لكن نيجي عند دولة التلاوة، دولة التلاوة وبتتبع معاها دولة الابتهال والإنشاد الديني، قدرت أنها تتربع على مستوى العالم كله من خلال الحناجر الذهبية. جوزيف ناي اللي هو ابتكر مصطلح القوة الناعمة عشان خاطر يقول لك أمريكا مش هتقدر تسيطر مش كل حاجة بالسلاح، فابتكر هذا المصطلح، قال لك لازم نشتغل بالقوة الناعمة الجاذبة. احنا اشتغلنا على هذا المصطلح قبل ما يطلع هذا جوزيف ناي ويقول في حاجة اسمها قوة ناعمة. مصر من الأربعينات والخمسينات والستينات حتى هذه اللحظة ده تم من خلال دولة التلاوة. احنا كنا يعني استعرضنا حوالي يمكن سنتين أو سنة ونص عظماء دولة التلاوة. بنكمل مع حضراتكم مسيرتنا، يا رب يكتب لنا العمر ونكمل المسيرة من خلال عظماء دولة التلاوة. والحمد لله رب العالمين. النهاردة هنتحدث عن واحد ربنا حباه صوت، سبحان الله، ربنا كرم مصر بأصوات كل واحد ليه بصمة خاصة بيه، ما تلاقيش صوت مشابه للتاني أبدا. صوت فضيلة الشيخ ومولانا الشيخ محمد الطوخي لما بتسمعه في الابتهالات، لما بتسمعه في القرآن، له خصوصية، بتشعر بالراحة والطمأنينة.
الأذن عندما تسمع الصوت بيخترق قلبك، بتحس كده بروحانية. عشان خاطر كده قدر ان يتربع في قلوب محبينه على مستوى العالم الإسلامي أجمع، وقدر يشكل مع مجموعة عظماء ذوي التلاوة قوة مصر ناعمة في هذا المجال. النهاردة يشرفني وأسرة البرنامج ان احنا نكون في معية مولانا فضيلة الشيخ محمد الطوخي. حقيقة ما تروحوش بعيد، خليكم معانا حلقة ان شاء الله تكون رائعة تتعرفوا فيها على ملامح تلك الشخصية ومدرسة الابتهال الخاصة به فضيلة مولانا الشيخ محمد الطوخي. لكن هيشاركني في هذه الحلقة كالعادة دائما صديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير أستاذ صابر رمضان، مدير تحرير جريدة الوفد. أهلا بحضرتك صابر. أهلا وسهلا بحضرتك، وخالص تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وقناة الصعيد بشكل عام، ومرحبا بالسادة المشاهدين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حضرتك. بدأنا مشوارنا وخدنا عهد إن احنا نكمل. دي رسالة لازم نقدمها لمشاهدينا داخل مصر وخارج مصر. النهارده شخصية غير عادية طبعا. شخصية يعني قدرت ان هي من خلال صوتها الجميل، صوت الحنين الجميل ده، ان هي يعني تخترق قلوب وتتربع في قلوب المشاهدين على مستوى الوطن العربي. نطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونبدا حوارنا حول ملامح شخصيه مولانا فضيله الشيخ محمد الطوخي. ماشي في نور الله، ونبدا على طول توكلنا على الله مع الاستاذ صابر. طبعا هو فضيله الامام وفضيله المبتهل والقارئ الكبير والعظيم الشيخ محمد الطوخي جمع ما بين قراءه القران والابتهال الديني والمأذونيه، وعمل كمأذون شرعي. حتى من الفرقات انه في مره كان مأذون وكان وكيل لاحد للعريس في نفس التوقيت. هسيبها لاحفادي يحكوها لنا ان شاء الله النهارده. كان فرقه جميله جدا، لكن مشوار عظيم جدا حقيقه يعني. طب خلينا كده، انا حابب احنا نتكلم عن الابتهال والنشيد الديني بشكل عام عامه قبل ما ندخل في الشخصيه نفسها. طبعا انا بالنسبه طبعا الشخصيه النهارده شخصيه عظيمه ومرموقه في دوله التلاوه. فضيلة الشيخ محمد الطوخي هو جمع ما بين القراءة والابتهال، وأيضا عمل مأذون، فكان ثلاثية كبيرة بالنسبة لمولانا. الابتهال لو حبيت أعرفه هو لغويا معناه كلمة بتعني الدعاء. الابتهال ده برضو كان فن له أصوله في التراث المصري القديم. كان مسجل على جدران المعابد الفرعونية، موجود نقوش فرعونية بتدل على كده. فيما بعد أصبح الابتهال والتوشيح فرعين مستقلين من فروع الإنشاد الديني. نعم. لما بدأت الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934 تحديدا، كان الابتهال والتواشيح دي من أكثر المواد الإذاعية اللي بتحاول الإذاعة تتقرب بها أو تقدمها لعشاق الراديو. صحيح. بدأت طبعا مع إمام المنشدين الشيخ علي محمود، بعدين الشيخ إبراهيم الفران، وده كان علم من أعلام التواشيح والمديح النبوي، ثم الشيخ محمد الفيومي، ثم الشيخ طه الفاشني، لغاية ما وصلنا للشيخ النقشبندي، واللي قدمه الإذاعي الكبير الأستاذ أحمد فراج في برنامجه خلال شهر رمضان، وقدمه لرئيس الإذاعة وقتها الأستاذ الكبير محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو.
قدموا في رمضان في بدايه السبعينيات كده في القرن العشرين، والسادات الرئيس السادات اعجب بالنقشبندي حتى انه طلب من الموسيقار الكبير البليغ حمدي انه يلحن له في اعماله، ومن هنا كانت رائعته مولاي. نعم. الا ان بعض القراء بقى هو ده اللي احنا مربط الفرس اللي جاي له، زوجوا ما بين تلاوه القران والابتهالات، جمعوا بين الاثنين يعني. جمعوا بين الاثنين. نعم. منهم طبعا على راسهم فضيله الشيخ محمد عمران، الشيخ طه الفشني، الشيخ عبد الفتاح الشاعري، نجم حلقتنا النهارده فضيله الشيخ محمد الطوخي رحمه الله، واللي كان بيلقب بعمده المبتهلين. نعم. حابب برضه افرق ما بين لفظ الابتهال والتوشيح، عند الناس بيحصل فيه لبس. بقول ان هما رغم ان هما الاثنين من الفنون الدينيه، لكن كل واحد له بصمه مميزه وفي اختلافات جوهريه. ايوه. الاختلافات دي اقدر احصرها في 4 حاجات. بقول اسلوب الاداء ده رقم 1. نعم. التوشيح بيأديه مجموعه من المنشدين، اما الابتهال عكس كده بيأديه بيكون اداء فردي. أيوة. بيقوم على الاحساس الداخلي او الشخصي والتفاعل الروحي مع الماده اللي هو بيقدمها او الانشوده اللي بيقدمها. تاني حاجه المحتوى. التوشيح بيركز على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. الابتهال بيركز على التضرع والمناجاه والدعاء. ثالث حاجة التركيب الموسيقي. الابتهال أو التوشيح بيتميز ببيئة وبنية لحنية منظمة. نعم. يبقى ماشي في إطار نظام معين. نعم. أما الابتهال بيدي فرصة ومجال واسع ورحب قدام المبتهل إن هو يبتكر وينتقل ما بين المقامات الموسيقية. نعم. رابع حاجة إن الهدف من التوشيح بيكون أقرب إلى فن المديح النبوي. يعني الابتهال أقدر أقول إن هو تعبير بقى وجداني بيعكس علاقة روحية من ربنا والعبد. في شعراء كتبوا كتير جدا في فن الابتهالات دون، أولهم الإمام الشافعي، الحلاج، الإمام البوصيري، ابن الفارض، وكلها أشعار كانت بتتكلم عن الزهد والتصوف. نعم. عندنا أشهر المنشدين والمبتهلين في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن العشرين زي الشيخ نصر الدين طبار رحمة الله عليه، الشيخ سيد النقشبندي، الشيخ طه الفشني، الشيخ درويش الحريري، الشيخ إبراهيم الفران، الشيخ محمد الفيومي، الشيخ علي محمد الزاوي. والشيخ علي محمد الزاوي ده له وقعة جميلة، انه كان يعني مميز قوي في حته الابتهالات، حتى ان الملاكم العالمي محمد علي كلاي لما اسلم طلب زيارته لامريكا، جه مخصوص عشان يقابله هنا. نعم. وبالفعل لبى الزياره وراح. نعم. الشيخ علي محمود برضه هو المؤسس وسيد القراء وامام المبتهلين، وده كان مواليد 1880 في ضرب الحجاز بالجماليه. احنا لو بدأنا بقى مع الشيخ محمد ننطلق. طيب هندخل مع فضيلة الشيخ محمد الطوخي دلوقتي. بشكرك انك بدأت في تعريف السادة المشاهدين. والابتهال الحر على فكرة انا بعتبره اللي هو بيختبر قوة الشيخ نفسه، لانه ابتهال حر طبعا. من غير بطانة طبعا. فبالتالي لذلك هم قليلين اللي ابدعوا فيه. صح. وسبحان الله الشيخ محمد الطوخي ابدع ماشي في نور الله، النقشبندي ابدع في مولاي، طه الفشني ابدع ايها المختار، نصر الدين طبار ابدع. يعني كل واحد ليه بصمه مميزه يعني كل واحد ليه حوسه. طب نطلع فاصل مشاهدينا الكرام عشان خاطر نستقبل يعني عائله فضيله الشيخ الجميل محمد الطوخي برضو شاركونا في هذه الحلقه الليله الجميله، ليله في حضره فضيله الشيخ محمد الطوخي. والأنبياء تجمعوا بهداه ومحمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد آت إليه بدعوتي ومحمد
آت إليه بدعوة من ربه لينال كل رضاه. ومحمد آت إليه بدعوة من ربه لينال كل رضاه. يا رب يا رب آمنا بكل الأنبياء. يا رب آمنا بكل الأنبياء. يا رب. هنستكمل برضو وهنعيش مع الصوت الحنين الجميل فضيلة الشيخ محمد الطوخي عميد المبتهلين في دورة التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله. لكن خلونا كده نعيش مع العائلة الكريمة أحفاد ونقترب منهم أكتر، وخاصة أن فضيلة الشيخ محمد الطوخي توفى عام 2009، فبالتالي يعني في معاصرة لفضيلة الشيخ. خلونا كده نستقبل أول تليفون سيادة المقدم محمد الشريف الطوخي. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. بارك الله فيك واسره البرنامج الكريمه، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يبارك في حضرتك ويرحم سيد الوالد سياده اللواء دكتور الشريف حسن محمد الطوخي. كان ليه اللهم امين يا رب. اللهم امين. كان ليه باع طويل جدا في الحديث عن فضيله الشيخ محمد الطوخي، وبرضه هي ذريه بعضها من بعض. فحضرتك برضه يعني انا واثق انها تاخدنا في رحله جميله عبر هذه الدقائق مع فضيله الشيخ محمد الطوخي جدك الكريم وجدنا كلنا. كلمنا حضرتك عن الجوانب الإنسانية لفضيلة الشيخ محمد الطوخي. اتفضل سيادة فندم. والله الحمد لله، يعني جد فضيلة الشيخ كان دايما التهالي الشهير بتاع ماشي في نور الله كان دايما بيخليه مزروع جوانا. يعني هو كان دايما رحمة الله عليه بيزرع فينا معاملة ربنا سبحانه وتعالى في كل أمور الحياة. يعني يقول لك دايما كان ليه كلمة شهيرة، احنا بنعامل ربنا في اي حاجة. دايما يقول لنا احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى. نعم. كل امور الحياة، حتى في شغلنا كمان، واحنا يعني في ضباط شرطة علمنا ان احنا نراعي وطننا ونبقى وصينا، وقال لنا الاخلاص في العمل والفداء للوطن ده من المواقف الطيبة. تمام. نعم. اللي هي اصلا ديننا الكريم حسنا عليها. صحيح صحيح. وايضا اذكر له دايما بقى المواقف الجميله اللي كان دايما بيعلمها لنا صله الرحم. تمام. يعني كان دايما في المناسبات والاعياد لازم ياخدنا ونعدي على كل اقاربنا ونسلم عليهم كلهم بصله الرحم. وكان دايما دوار العائله يبقى فيها اعداد بالمئات. كان دايما يوصينا لازم نقعد كل البيوت تطلع اكلها ويقعدوا ياكلوا كلنا مع بعض، العيله كلها، كل اطراف افراد العائله. نعم نعم. نقعد بحس يقول لك دي العاده دي لازم تلتزم. والحمد لله عائله الطوخي في المنوفيه لحد دلوقتي في قريه سنتريس دوار العائله لازم كل عيد العيله كلها، كل الفروع المقيم في القاهره ومقيم في اي محافظه يتجمع ونيجي نقعد كلنا نتغدى مع بعض. كل واحد نقعد على صينيه وترابيزه، مش شرط يكون اللي طالعه من بيتي، لازم ترابيزه حد تاني. يقول لك لازم دي الحاجات اللي لازم نعمل عليها.
انا سمعت ان مقوله جميله جدا عجبتني، ان الله يرحمه ويرضى عنه فضيله الشيخ محمد طوخي، ان الدوار اذا جاز للتعبير في قريه منتريس لم يكن فقط يخص عائله الطوخي، انما كان يخص كل عائلات القريه، بل اشمون بل المنوفيه. يعني اوصف لي التعبير اللي اتقال ده. والله يا فندم هو كان دايما يقول لنا كل ما نحتاج الينا وجدنا. الله. كل ما نحتاج الينا وجدنا. نعم. وكل من طلب يدانا مديناها اليه. نعم. الحمد لله. حضرتك جات لك فرصه طبعا اكيد من خلال مرافقه فضيله الشيخ محمد طوخي جدك العظيم، يعني لو كان في برضه نحكي برضه للساده المشاهدين كيف كان يتعامل مع الناس، وكيف برضه كنت بترى جدك ان محبوب ليس فقط في مصر انما على مستوى العالم الاسلامي. كنت حضرتك دايما يوم الجمعه في المسجد بتاعه اللي مبني في قريه سنتريس، لينا جايين يقعدوا مع جدي فضيله. كنت لسه ساعتها يعني في بدايه شبابي كده، الاقي كله جاي ويقعد عم الشيخ ويساله، وفي ناس تبقى مثلا لو في خلاف ولا حاجه مع حد يطلبوا رايه ويطلبوا مشورته ويحكموه وسطيهم، ويخش هو دايما يبقى بيسعى دايما للصلح بين الناس. نعم. في الامور دي كتير جدا، وفي العائلات وفي الارياف بالذات. نعم. تمام. ويعني كان دايما كده لينا قاعده كده بالليل، تمام، مش شرط احنا بس الاحفاد لا اولاد العائله. نعم. الاطفال دايما بتوع العائله. نعم. لازم يجي يقعد معانا بالليل كده نتسامر كده، وتعالى انت احكي لي، انت سمع لي، حفظت ايات ايه النهارده، صور ايه النهارده، ويكافئنا مكافآت ماديه كتير. وخاصة اتصور حفظت ايه في حفظ القرآن محمد. طبعا حفظ القرآن ده كان حاجة اساسية، وكان دايما ليه كلمة مشهورة يقول لي يا ابني احنا موجودين في مصحف. كتاب الله ده دستور حياتنا. ايوه. دستور حياتنا اللي هنعيش عليه وهنمشي عليه طول حياتنا. ايوه. نعم. نعم. بس والحمد لله يعني كان دايما انا بقول لك الابتهال وماشي في نور الله، هو كان بيحب الابتهال ده جدا. هو عامة هو ربما يكون ماشي في نور الله الاشهر، لكن لما قررته اتفضل فندم اتفضل. تمام. الابتهالات الكتيره كان دايما حتى يعني كان محب جدا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. نعم. حتى يعني كتير جدا من المشايخ افتكر في عزا وعمتي وهي توفيت في حياه جدي. ايوه. تمام. كتير جدا من المشايخ بقى العظام بقى حضروا. ايوه. تمام. لتقديم واجب العزاء جميعا. تمام. وكانوا دايما يقول، كان واحد انا فاكر طبعا افتكر، كانوا يقول جدك ده يعني مادح الرسول. صحيح. عاشق الرسول. ابتهالاته عاشق للرسول ومادح للرسول عليه الصلاه والسلام. هتلاقي فيها لازم سيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ما جاتش فرصه يعني خلينا اتكلم بقى كحفيد بقى، ما جاتش فرصه للسفر معاه. يعني عارف السيد الواد كان بيرافق الشيخ محمد طوخي كتير، لكن ما جاتش فرصه لحضرتك في سفريه كده سواء في سافر خارج البلاد؟ لا، بس سافرت في محافظات معاه. زي ايه كده؟ يعني سافرت في محافظات قضية الواجب معاه. رحنا الشرقية ورحنا الغربية ورحنا الدهالية المنصورة تحديدا هناك. نعم. ورحنا هناك طبعا طنطا، السيد البدوي كان في احدى الاعياد هناك والمواسم هناك، رحت معاه. كنت انا كان بيحب دايما يجمعنا كده ونروح نلف هناك نشوف لو مثلا في واجب لعزاء لاحد المشايخ، الكلام ده كله كنا دايما نبقى معاه كده اول باول. هو كان دايما بيحسنا دايما على الواجب على طول يعني. طيب اللحظات الاخيره لفضيله الشيخ محمد طوخي، وخاصه ان هو كان ارتبط اسمه بنفس الطريقه الشيخ محمد الطوخي بتاع سلطان ابو العلا، انا اقولها كده زي ما كان مشهور بيها. نعم. كان دايما سبحان الله يوم الاثنين، وانا اذكر يوم الاثنين ايوه كلم المرحوم عمي الباشمهندس مرتضى، باشمهندس احمد مرتضى. ايوه. قال له انتوا تصلوا عليا الجمعه، هتصلوا عليا بعد الجمعه في مسجد السلطان ابو العلا. نعم. الكلام ده يوم الاثنين. ايوه. وهتروحوا تصلوا عليا العصر، بعد العصر صلاه الجنازه تاني في البلد، وتدفنوني يا مرتضى. حتى رد قال له يا بابا يعني طب لو مت بقى يوم خميس يا بابا نعمل ايه؟ قال له بس سيبها على الله.
دي من المواقف طبعا، وفعلا قد كان، وكان مات يوم الجمعه وصلينا عليه الجمعه وصلى الجمعه جامع السلطان ابو العلا. طبعا اهالي السلطان ابو العلا كلها والبيوت كلها كانت مفتوحه، يعني الناس فعلا 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 كانوا حزنهم ما يقلش عننا احنا خالص. صحيح صحيح. بل يزيد كمان. وقد كان صليتوا عليه في السلطان ابو العلا، وبعدين صليتوا تاني عليه بعد كده. نعم. في مسجد ابي فراج في سنتريس. بس ربنا يبارك فيكم. بس انا قبل ما ادخل لان التقي برضه مع باقي احفاده عشان اديهم فرصه الحفاظ على زي ما مولانا كان حريص على الحفاظ على التراث الديني، وكان احد الصييطه ده، على فكره التعبير ده ما بيقولوش غير الناس المتخصصين، وقالوا الشيخ طه الاسكندراني الحفاظ على التراث بقى. يعني انتوا احفاده بتعملوا ايه في القصه دي؟ والله حضرتك احنا دايما بنمد اي حد بيطلب اي حاجه بالنسبه للماتيريال او بالنسبه للتسجيلات بتاع الجدي. تمام. الاصليه سواء البقر القديم او التسجيلات القديمه او الشرايط الكاسيت، قبل طبعا الحاجات الحديثه دي كان في الشرايط اللي هي القديمه. صحيح. نعم. اللي هي دي موجوده كلها عندنا، اي حد بيطلبها مننا بنديها له، ممكن نحولها له لسيديهات او فلاشه او اي حاجه ونديها لهم. في قنوات كتيره بالفعل طلبت مننا والحاجات دي واديناها لهم، وفي ناس فتحت قنوات على اليوتيوب وطلبت مننا الحاجات واحنا اديناها لهم. يعني ايه، ربنا يبارك فيكم ذريه بعضهم من بعض، ويرحم ربنا فضيله الشيخ محمد طوخي احد احفاد فضيله الشيخ محمد طوخي سياده المقدم محمد الشريف الطيخوي. شكرا لحضرتك يا فندم، ودايما كده موفقين ومباركين دايما كده. شكرا لسيادتك. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. شكرا لحضرتك. شكرا. يعني خلونا كده مشاهدينا الكرام، كان يعني اتصور مهم جدا ان احنا نلتقي مع الاسره زي ما عودناكم، مع اسر كبار وعمالقه دوله التلاوه. استاذ صابر بقى خدنا بقى يعني مع بدايات، لان انا ما حبيتش ادخل البدايات مع سياده المقدم محمد. بدايات الشيخ محمد طوخي كانت بدايات برضه مهمه جدا في الاربعين، هو مولود 1922 فبالتالي دخلنا في فتره مهمه جدا في البدايات بتاعت الابتهالات الحره والحاجات دي. اتفضل. هو في البدايه تظل طبعا كلمات انشوده ماشي في نور الله هي الاشهر ما بين باقه الابتهالات اللي قدمها الشيخ محمد، وطبعا رحمه الله عليه كانت كلماتها رقيقه جدا، اللي هي بتقول ماشي في نور الله بدعو وقول يا رب تبقى لي حسن وجاه وزدني في حبك حب يا رب، وبارك لي في عيالي وفي صحتي ومالي وفي كل اعمالي، ماشي في نور الله بدعو وقول يا رب. نعم. هذه الانشوده بتعد من العلامات الاساسيه لشهر رمضان للشيخ محمد، وكانت الاذاعه متعوده دايما بتفتتح بها ارسالها. نعم. الشيخ محمد الطوخي لو اتكلمت عنه بقول ان هو احد الاصوات المميزه في مجال التلاوه والابتهالات الدينيه. هو طبعا واحد ورمز من العمالقه. ولد فضيلة الشيخ محمد الطوخي في 21 في شهر فبراير في قرية سنتريس بمركز أشمون محافظة المنوفية. في الفترة دي التعليم مصر كانت في الحكم الملكي في الوقت ده. التعليم الأساسي كان ضعيف، يعني ما كانش بالشكل اللي هو موجود حاليا. أسرة الشيخ اتوسمت في نباهته وفطنته وحبه للكتاب الله، وهو نفسه كان يطلق على نفسه انه هو خادم القرآن طول عمره. صحيح. طول رحلته. صحيح. منذ ان كان عمره 3 سنوات وكان محب للتردد على المسجد مع والده ألحقه بالكتاب كتاب الشيخ فرحات واخوه الشيخ حماد عبد المتعال. نعم. اتم الحفظ مولانا على عمر حوالي 11 سنة. بعد كده سمعوا شيخ اسمه أحمد الدكروري. أيوة. الشيخ أحمد الدكروري ده كان حافظ قرآن كريم وملم بالقراءات والروايات القرآنية. علاوة على كده أنه كان مصحح في مكتبة اسمها مكتبة الحل بالقاهرة، وكان بلدياته، فطلب من والده انه ياخد الشيخ محمد ويعلمه التجويد. عفوا يعني احنا شايفين صوره لقطه لفضيله الشيخ محمد طوخي. لا سيد راح عليه حسن لان عارف الساده المشاهدين. اتفضل. كانت مع الملك الحسن. كان بيقرا في سوريا. هنا في سوريا. في سوريا. ربنا يعودها يا ريت تقعد تاني. نيجيريا. دي في نيجيريا دي. وهنا دي كانت ماليزيا. ماليزيا. وهنا كان نيجيريا برضه. أنا ده حضرتك في البيت باب شقته رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. وهنا بيكرم من مدير الاذاعه المصريه. ايوه. وده حوار كنت عملته في الوفد عندي. ايوه. مع اسره الشيخ واحفاده. وهنا كان في اعتقد في سوريا في الاردن.
دول احفاد ولا؟ دول احفاده. استاذ احمد هيخش معنا مداخله ان شاء الله. في شبابه؟ ده في شبابه هنا وما زال في شبابه برضه. ما شاء الله، الله اكبر. هنا كان في سوريا. في سوريا. تمام. بعد ما سمعوا الشيخ احمد وعلموا التلاوه لغايه فضل معاه لغايه ما توفاه الله. انتقل الشيخ محمد الطوخي الى مع الشيخ اسمه الشيخ عبد العليم محجوب، وده كان شيخ كبير في التلاوات، وهو اللي علم الشيخ الدكروري اللي هو علم فضيله الشيخ. ايوه. وكان في الوقت ده لازم يفكر ان هو يروح الازهر بقى ويتعلم، فالتحق فعلا بالازهر عام 1932، وبالفعل حصل على عاليه القراءات، وبعد كده خد العالميه من الازهر، العالميه اللي بتساوي الدكتوراه. صحيح. نعم. سيدنا محمد مولانا الشيخ محمد الطوخي تعلق قلبه بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ربنا سبحانه وتعالى وهبه حنجره قويه جدا سخرها في قراءه كتاب الله ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رحله استمرت حوالي ما يقرب من 70 عام لغايه ما اتعرف بصوته انه صوت قوي وصوت صحيح، وعنده بصمه متفرده في عالم التلاوه، ما كانش بيقلد حد خالص، والميزه اللي فيه انه جمع ما بين القران والابتهالات. صحيح. بدا مشواره في الفتره دي الشيخ محمد مع السهرات القرانيه، بدا يجوب المحافظات والقرى حوالين منه لغايه ما ذاع صيته بقى في انحاء محافظه المنوفيه وفي محافظات. ده احنا شايفين كان في لقطات مع فضيله الشيخ طبلاوي والشيخ مصطفى اسماعيل وكبار القراء في مصر. طبعا جيل عظيم يا اخي. ايه الجيل ده؟ طبعا اتفضل. الجيل ده لن يعوض، يعني دي القوه الناعمه بتاعت مصر في دوله التلاوه. حضرتك انا عشان نطلع فاصل دلوقتي، اللقطه اللي شفناها اللي مع الملك الحسن في الملك الحسن الثاني في المغرب، يقول لك كانت بتربطه بيه علاقه، ده علاقه صداقه. علاقه صداقه، مش علاقه قارئ جاي لا ويخلص. لا انا عاوز اوصل نقطه عشان قبل ما اطلع فاصل. دي علاقه صداقه قويه جدا كمان. مدى قوه، انا قلت في البدايه قوة مصر كانت في القوة الناعمة من خلال دولة التلاوة. طبعا. ليس فقط سياسية واقتصادية، لأن هي دي اللي كانت دايمة، ودي اللي كانت بتساعد القوة الاقتصادية والسياسية عامة. يعني لما أقول علاقته بملك المغرب علاقة قوية جدا، وغيره من زعماء العالم، إلى أي مدى سفراء دولة التلاوة ساهموا في ظهور مصر بهذا المظهر القوي ده. طبعا احنا ما فيش اختلاف بالنسبه للدول سواء العربيه او الاجنبيه على تلاوه القران الكريم في المسلمين. نعم. فكان اي شيخ بيطلع من المشايخ دي بيبقى يعني بمثابه رسول، سفير سفير في الدول دي. وكان طبعا بيبقى علاقاته ممتده لرؤساء الدول، حتى نحن شفنا بعض القراء رؤساء الدول بتستقبلهم. صحيح. يعني وتكرمهم. نعم. الشيخ محمد شويه كده هنعرف التكريمات اللي حصل عليها في الدول اللي زارها. نعم. وعلاقته بالرؤساء وبعد كده انا والشيخ محمد بدا ينتقل بقى من المحليه للعالميه لما ذاع صيته في الدول العربيه والاسلاميه. طب نتوقف عند النقطه دي ونطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونستكمل حوارنا حول ملامح اساسيه. طبعا الحوار طويل جدا عن مولانا فضيله الشيخ محمد الطوخي، ولكن احنا بنجيب محطات اساسيه. كمان الجيل الحالي لما كتير بيسمع ماشي في نور الله ماشي، ويسمع حاجات كتيره جدا من اعمال فضيله الشيخ محمد الطوخي، لكن نفسه يشوف صورته، نفسه يعرف ايه حكايه الشيخ محمد الطوخي الجميل ده. نطلع فاصل. على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا رب، تقبل صلاتنا ودعاءنا أنت في الموضع البعيد قريب، أنت في الموضع البعيد قريب.
أنت رب العباد أنت رب العباد ما لك في الملك شريك ولا عليك رقيب أنت رب العباد ما لك في الملك شريك ولا عليك رقيب يا مداوي العباد يا رب يا رب يا رب يا مداوي العباد أنت المداوي يا شفاء السقام أنت الطبيب. الله 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 الله. شايفين حضراتكم؟ يعني أنا محتاج حد متخصص في الأصوات يقول لكم عظمة هذا الشيخ وعظمة مصر في أصواتها. إيه الجمال ده يا أخي؟ في بستان جميل، كل وردة أجمل من التانية، كلهم حلوين زي ما قالوا عاوزين نقلب الهرم، نخلي القاعدة هي القمة، وكلهم جنب بعضيهم، كلهم عظماء بالفعل. الشيخ محمد الطوخي ده اللي خلى أم كلثوم وهي بتعمل واحدة من أجمل الأغنيات اللي بحبها، الثلاثية المقدسة اللي لحنها الموسيقار رياض السنباطي، استعانت بالشيخ محمد الطوخي عشان خاطر يعمل الأذان وسط الأغنية. من عبقري صوت الشيخ محمد الطوخي وأم كلثوم مش سهلة، ما تختارش حد وبس. خلينا كده استقبل برضه أحد أحفاد فضيلة الشيخ محمد الطوخي، السيد الأستاذ أحمد حمدي. أستاذ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير دايما كده يا رب. الله يخليك يا دكتور عاطف، ربنا يبارك فيك. شوف يا استاذ احمد، انا مش عاوز، اصل انا يعني مش عاوز اتكلم كتير، انا عاوزك انت، انا عارف انك انت اكثر حظا من دون عن كل الاسر الكريمه مرافقه لمولانا الشيخ محمد الطوخي. يعني خدنا في الرحله دي وانت معاه بتلف معاه والناس في كل حته، احكي لنا اتفضل. والله اولا انا حابب بس اوجه التحيه والشكر والتقدير لحضرتك والفريق الاعداد على المقدمه الجميله وعلى البرنامج الجميل. عفوا. بجد والله احنا مستمتعين جدا. يعني النهارده يعني بقالنا مثلا من ساعه ما بلغنا بالحلقه واحنا في فرح كلنا كعيله بصراحه، يعني لان حضراتكم رجعتونا لزمن جميل. احنا دايما الزمن ده معانا والوقت ده معانا، واحنا الحمد لله بفضل الله يعني الجدي في حياتنا وكل احوالنا واعمالنا الحمد لله بفضل الله. ولكن فعلا والله النهارده الحلقه بمقدمه حضرتك فعلا حلقه جميله الحمد لله. وطبعا الشكر موصول طبعا للكاتب الصحفي العظيم الاستاذ صابر رمضان على جهده وتعبه والله، وجهده اللي بذله في ان هو يطلع الحلقه بالشكل المبدع والشكل الجميل. نعم. طيب. انا يعني اعتبر انا تاني اكبر الاحفاد بعد اخويا المهندس محمد حمدي، ورغم ان انا اسمي مش مرتبط باسمه لان انا ابن بنته، الا اني دايما بشعر بالفخر والاعتزاز والشرف، وحاسس دايما ان ربنا راضي عني لان انا من ذريه الشيخ محمد الطوخي. صحيح. الشيخ محمد الطوخي رحمه الله عليه زي ما حضراتكم كنتوا بتقولوا دلوقتي ان هو شيخ المنشدين ومداح النبي، وكان عاشق للرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. وكان محب لآل البيت، والدليل على كده انه فضل في مسجد السلطان ابو العيله عشرات السنين يعني، ورغم يعني العائد المادي والكلام ده كله انه دايما فضله على مساجد كتيره، ودايما كان بيقول ان السلطان ابو العيله ده كان يعني من سلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا مش هسيب مسجد من سلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واروح اي مسجد تاني مهما كان العائد ومهما كان العائد المادي.
انا جدي رحمه الله عليه يعني زي ما انت سبت لي كده ان انا استرسل واتكلم، يعني انا يعني عشت في كنفه ورعايته 30 سنه، لان انا يعتبر ثاني اكبر الاحفاد. نعم. وزي ما بيقولوا كده يعني اعز الولد ولد الولد يعني. نعم. جدي رحمه الله عليه كان بيعطينا الاهتمام والحب والرعايه والعطف وكل الاعمال الجميله اللي ممكن حد يلتقيها لحفيد من جدي رحمه الله عليه. نعم. ورغم انشغاله ورغم سفرياته ورغم وقته الا كان دايما لازم يخصص وقت للعيله ولازم يخصص وقت للاحفاد. زي ما اخويا المقدم محمد كان بيتكلم، لازم يجمعنا ولازم يخلينا دايما بالاعياد وفي اول رمضان. اول رمضان ده لازم نكون بنفطر عنده كل سنه، لازم اول رمضان كان يأجل سفره. هو دايما كان طبعا رحلته كانت بتبقى في رمضان، رحله الاحياء شهر رمضان لاحد الدول الاجنبيه او العربيه او الافريقيه. نعم. ولكن دايما كان يحب ان هو اول يوم رمضان لازم يحجز التذكره ثاني يوم، واحنا اول يوم نفطر عنده ويستقبلنا كلنا ويحرص على ان احنا نكون موجودين، وتاني يوم نوصله بقى للمطار ويبقى حريص انه يجي 30 رمضان عشان يعيد معانا اول يوم. نعم. دايما بيبقى حريص على انه دايما بيبقى متواجد معانا في الاعياد ويجمعنا ويتصل باولاده واحد واحد ويأكد عليه انه يجي ويأكد عليه ان هو لازم يكون متواجد ويكون معاه في اي مناسبة جميلة واي مناسبة بتربط العائلة ببعضها. نعم. تمام. ما جاتش فرصة انك تسافر معاه خارج مصر استاذ احمد؟ لا والله ما جاتش فرصة ان انا اسافر معاه خارج مصر. طبعا كان يعني اخوالي طبعا هم اللي كان معاهم الموضوع ده، يعني اللي هو شريف والباشمهندس احمد هم دايما اللي كانوا في السفريات، ودايما هم كانوا ليهم الاولويات في السفر وكده، لان طبعا هم كانوا يعني عايشين مع جدي فتره طويله وهم كانوا عارفين ايه اللي بيحبوا، ايه اللي بيبقى الطقوس بتاعت جدي رحمه الله عليه يعني. تمام. يعني ولكن طبعا انا من المواقف اللي يعني أيوة. اللي طبعا بتجمعني طبعا يعني بجدي رحمه الله عليه، يعني ان هو كان يوم الاثنين كان اذاعه القران الكريم بتبث الفجر من يعني ابتهال للشيخ محمد الطوخي فجرا، يعني هو كان من يقوم بالفجر يوم الاثنين من كل اسبوع. ايوه. وانا بقى لازم والدتي رحمه الله عليها كانت تسجل كل التسجيلات ديت، وانا اقوم بتوصيلها يوم الاثنين لبيته في السلطانه والعيله عشان يحب يسمع صوته ويحب ان هو يشوف صوته كان شكله ايه. نعم. وان هو كان ايه الابداع بقى كان في انهي فقره وفي انهي وقت وكده. نعم. فطبعا كان يحب يحتفظ بالشرايط ديت وكان يحب يحتفظ بتسجيلاته وحاجته، وكل دي موجوده طبعا عندنا زي المقدم محمد ما قال ان احنا الحمد لله معانا تراث جميل ومعانا يعني فعلا معانا حاجات جميله جدا لجدي الشيخ محمد الطوخي زي ما حضراتكم بتسمعوا كده، حاجات فعلا فيها ابداعات وحاجات فيها احنا فعلا يعني بنقول يعني وبنعاتب يعني وسائل الاعلام ان فعلا الحاجات موجوده وموجوده في مسيره وموجوده في جميع القنوات، ان احنا عايزين يا جماعه التراث الجميل دوت مش عايزين ينتهي، عايزين يبقى فيه اذاعه ليه وعايزين نرجع الناس تاني انها تستمع الى هذا التراث وانها تبقى عندها. طيب ما انا عاوز اقترح اقتراح يعني على حضرتك بما انك اكبر الاحفاد. يعني الاستاذ احمد المسلماني رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام أيوة. مشكورا اجتمع باكثر من اسره من اسر يعني عمالقه القراءه في مصر. صح. وطبعا أيوة. يعني يا ريت حضراتكم برضو وانا بقول على الهواء مباشره التراث الجميل ده يعني نقابل الاستاذ احمد المسلماني عشان خاطر برضو يحتفظ بيه ومسبيره، خاصه مع عوده مسبيره حاليا من خلال دوله التلاوه بشكل قوي. صحيح. احنا بنفاجئ في رمضان ان احنا بنفاجئ بتسجيلات موجوده في مسبيرو. التسجيلات ديت يعني بنلاقيها رائعه يعني، وهم عندهم الاصل في التسجيل ومعاهم التصوير بتاع التسجيل ومعاهم القرآن بتاع التسجيل. نعم. فهم فعلا عندهم الحمد يعني لله. عندهم كنوز. يعني عندهم كنوز واحنا الحمد لله بفضل الله يعني احنا عندنا كنوز وعندنا حاجات كتيره جدا. ايوه. والحاجات دي بفضل ربنا سبحانه وتعالى هي اللي مشيانا كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا ببركة مولانا. طب قول لي نقطه اخيره استاذ احمد. يعني نقطة أخيرة حضرتك مشايخنا الكبار اللي كانوا بيلتقوا بفضيلة الشيخ محمد طوخي أكثر ابرز لنا كده بعض الشخصيات العظيمة اللي كنتوا بتقابلوها مع مشايخنا الكبار سواء قراء القرآن الكريم أو مبتهلين. ما زي ما حضرتك شايف الصور يعني احنا فعلا كان عندنا يعني الشيخ البنا كان من أعز أصدقائه. صحيح. والشيخ الطبلاوي الشيخ الطبلاوي كان يصغره سنا وكان
يعني زي ما بيقولوا كده ايه، دائم الاتصال بيه ودائم الاتصال ان هو لازم ياخد مشورته. والشيخ عبد الباسط رحمه الله عليه كان يعني في سفريه كان جدي اعتذر عنها، وكانت اول سفريه للشيخ عبد الباسط صحيح، فيها فتوحات كتيره عليه يعني. صحيح صحيح. واحب اذكر حضرتك بموضوع المأذونيه لان الموضوع ده مهم جدا. جدي رحمه الله عليه كان مستلم دفتر الزواج، وطبعا حضرتك عارف ان دفتر الزواج ودفتر الطلاق هو بيستلموا المأذون وكده. جدي ما كانش يرفض تماما ان يستلم دفتر الطلاق، ولما كان يجي له حد يقول لك انا عايز يعني انفصل عن زوجتي وكده كان يستضيفه ويدخله البيت، وانا شاهدت هذا الكلام بنفسي يعني. يدخله البيت وتعالى اتفضل وجاي، ويقعد يقول له ايه اللي مزعلك وايه اللي مضايقك، ويقعد يصلحوا بينه وبين زوجته وينزلوا هما الاثنين متصالحين. وده حصل في 90 او 95% من الحالات اللي كانت بتيجي كان بتستجيب الحمد لله. وكان يبقى اصلاح ذات البين ان هو الحمد لله كان بيصلح ما بين الزوج والزوجه، رغم انه ممكن يستفيد من مأذونيه الطلاق، لكن لا كان رافض تماما. يقول لك لا انا رغم ان احله الله، ولكن كان يقول لك لا انا احب ان انا احتفظ بالزواج بس، ودايما باعث الفرحه على الناس يعني. الزوجين يعني. جميل. لا وهو في مره كان وكيل للشيخ طه الاسكندراني، كان مأذون ووكيل في نفس الوقت. بالظبط كده، صح كده. انا حابب بس نقطه اخيره بس حابب بس اوجه يعني خالص الدعوات والرحمه، لان طبعا جدي الشيخ محمد الطوخي يعني وراه اسره عظيمه الحمد لله بفضل الله، ولكن حابب اوجه الشكر والدعوات والرحمه والمغفره للسيده العظيمه جدتي رحمه الله عليها. الله يرحمها. يعني السيده العظيمه رحمه الله جدتي رحمه الله كانت ست عظيمه، وتحملت مسؤوليه 9 افراد، وبالاضافه لجدي الشيخ محمد الطوخي كان ليه طقوس محدده، يعني كان ليه لازم مواعيده تبقى متنظمه، ونوع الاكل اللي بياكله ونوع الشرب اللي بيشربه والملابس والعطر، وعشان يبقى دايما في قلبها صوره. فهي رحمه الله عليها كانت مهتميه جدا بالشيخ محمد الطوخي. امي رحمه الله عليها الدكتوره هناء الطوخي، ودي اكبر ابنائه. وهي اول سيده تحصل على مؤهل عالي في قريه سنتريس مركز اشمون. صحيح. وكانت دايما بتساعد يعني والدتها في شؤون البيت وفي تعليم اخواتها، وكانت دايما سند ليها. وجدي رحمه الله عليه كان دايما يحب العلم، وكان دايما يقول لاولاده اللي عايز يتعلم ويكمل علامه ويوصل لاعلى درجات العلم، حتى ليه ابتهال مشهور العلم يحلو كلما قررته. صحيح. فما كانش بيحرم حد من ولاده، حتى لو كلفوا مئات الجنيهات ساعتها يعني. كان فعلا يعني كان ما بيحرمش حد من ولاده من العلم خالص، وكان مهتم جدا بالعلم والعلم. شكرا لحضرتك استاذ احمد. شاكر جدا، انا اللي شاكر جدا، وتحياتي لحضراتكم جميعا، والف شكر. انا بشكر حضرتك وموفقين دايما كده. شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل صابر كمل كلامك الجميل ده. على نقطه مهمه جدا، ان الشيخ محمد الطوخي رحمه الله عليه رغم ان هو مبتهل ومن عمالقه الابتهال، الا انه في المقام الاول برضه قارئ قران، ولذلك بعد فتره من بدايه انتشاره تقدم الشيخ الطوخي لاختبار القران بوزاره الاوقاف، وهناك استمع له الدكتور حسن حسين شحاته الاستاذ بكليه اللغه العربيه جامعه الازهر، وطلب منه انه يحيي ليالي القران في كافه محافظات مصر. ده الكلام ده كان سنه 1940. نعم. قعد الشيخ محمد لمدة 8 سنين بيقرأ القرآن في كل المحافظات. في الأربعينيات وحتى بداية الخمسينيات كده الشيخ الطوخي حصل على أعلى درجات الاختبار في وزارة الأوقاف قدام القارئ الكبير فضيلة الشيخ علي محمد الضباع، وده كان شيخ المقارئ في الدائرة المصرية بشكل عام. نعم. في سنة 1942 تحديدا عين الشيخ محمد الطوخي قارئا بمسجد الجلادين ببلاء برضه. أيوه. بعد كده انتقل لمسجد السلطان ابو العلا اللي كان واستمر فيه على طول. سنه 43 كان الشيخ عبد العظيم زاهر القارئ المعروف من قريه مجول في بنها القليبيه. وبدا الشيخ محمد الطوخي رحلته مع القرآن داخل مسجد السلطان ابو العلا. وطبعا احنا عارفين ان مسجد السلطان ابو العلا ده مسجد بيرجع نسبه لآل البيت من الامام زين العابدين ابن سيدنا الامام الحسين رضي الله عنهم. في 3 نقاط معينه في مسيره الشيخ محمد الطوخي عايز اركز عليها خلال الحلقه. اول حاجه ارتباطه الروحي بمسجد السلطان ابو العلا، لانه في سنه 43 انتقل للمسجد، ومن هنا توالت الفتوحات على الشيخ الطوخي رحمه الله عليه. نعم. الاذاعه كانت بتنقل في الوقت ده صلاه الجمعه كل شهر مره او شهرين مره
لما كان بيجي بقى الملك فاروق كان عنده في الوقت دون قارئ اسمه محمد نيويتو. ايوه. كان الشيخ دون في مره تعب وقدمه الشيخ محمد الطوخي في مسجد السلطان ابو العلا وقرأ قدام الملك فاروق. نعم. ودي كانت طبعا اول الدعايه للشيخ محمد الطوخي رحمه الله عليه. نعم. بعدها بفتره كده برضو في شهرين تاني انتدبت الوزاره، الملك فاروق راح صلى في مسجد تاني في الدرب الاحمر، فالوزاره وزاره الاوقاف انتدبت الشيخ الطوخي برضو يقرا قدام الملك فاروق، ومن هنا حقق الشهره، وكان ده طبعا بركه دعاء والديه ووجوده في المسجد المبارك مسجد السلطان ابو العلا. نعم. النقطة الثانية خاصة بأنشودة ماشي في نور الله. نعم. الناس كانت بتعتبر أو نسبت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة اليوتيوب إن هي للشيخ النقشبندي. لا طبعا، غير صحيح. نعم. نعم. خطأ شائع، لكن هو رحمة الله عليه طبعا غناها كان سنة 1954. نعم. طبعا ده سبب سياق وضيق عند أسرة الشيخ محمد الطوخي رحمة الله عليه، لكن الأنشودة دي لصيقة تماما بالشيخ الطوخي. النقطة الثالثة كان في شائعة بتقول إن بتنسب الفنانة إيمان الطوخي مع كامل احترامنا وتقديرنا لها ابنة المخرج محمد الطوخي للشيخ على اعتبار إن هي بنته، ودي طبعا في الحقيقة ما بتمتش تشابه أسماء يعني، احترامنا ليها يعني. تشابه أسماء. نعم. نعم. في حاجة مهمة بقى، الشيخ محمد الطوخي كان له علاقة طيبة بالشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه قيصرة السماء. في عام 44 الشيخ محمد رفعت ارسل للشيخ الطوخي عايزه في طلب مهم، فراح له بيته في حي السيده زينب في شارع البغاله وقعد معاه، فطلب منه الشيخ رفعت ان هو يحل محله في مسجد فاضل الباشا في ان هو يقرا القران مكانه يعني في فتره عياده. الشيخ محمد الطوخي يعني اعتذر له وقال له انا ما اقدرش اسيب المسجد السلطان ابو العلا لان طبعا مرتبط بيه. هل يا مولانا حد يجرؤ انه يقعد على كرسي الشيخ محمد رفعت؟ ده كانت المصلين يهاجموه ويمشوه من المسجد يعني. الناحيه الاهم من كده ان هو مرتبط ارتباط روحاني بمسجد السلطان ابو العلا، وقال له حتى قال له كده تحديدا ان انا يعني ازاي اسيب مسجد انا مرتبط بيه ومن آل البيت واروح اقرا في مسجد واحد باشا، انا مش فارقه معايا. فالشيخ محمد رفعت ما كان منه ان هو قام وقبله ودعاله، ودي المعلومه دي كتمها الشيخ محمد الطوخي ما فصحش عنها عشان باش ما تتخذش كلام الشهرة. نعم. كان مرحله الاذاعه بقى. طيب يعني معلومه مهمه جدا، رفض المسجد الخاص كان يبقى فيه فلوس اكتر طبعا. قال لك لا انا ارضى بالفلوس القليله اللي في مسجد السلطان ابو العلا لانه ده واحد من آل البيت. نطلع فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ويعني الحلقه بتجري بسرعه مننا ونستكمل باقي ما تبقى ان شاء الله فيها. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم صدق الله العظيم. طبعا احنا بنجيب مقتطفات من محطات ومسيره مولانا فضيله الشيخ محمد الطوخي، وفي نفس الوقت برضو بنجيب ريحته الحلوه، ريحته الجميله، احفاده منهم النهارده سياده الرائد الدكتور صلاح الدين الشريف حسن الطوخي. سياده الرائد برحب بحضرتك. استاذ عاطف، ازي حضرتك؟ اولا السلام عليكم. وعليكم السلام. وطبعا لازم نشكر حضرتك واسره البرنامج، وطبعا استاذنا استاذ صابر رمضان، يعني صاحبي الكريم، الراجل اللي يعني فعلا بيضرب ضوء قوي وبيسلط اضواء جميله على دوله التلاوه. وطبعا يعني لو قعدنا نستفيد في الكلام مش هنقدر نكفي حضرتك حقك وسط البرنامج يعني. لا العفو. ودايما برنامجكم يكون جميل وبيحقق اعلى درجات المشاهده ان شاء الله. لا العفو يا فندم. اولا ده شرف لينا احنا كتلفزيون مصري ان احنا مولانا نكون في معيه وفي ضيافه مولانا الشيخ محمد الطوخي، وده يخليني حضرتك احد افراد الاسره الكريمه واحد احفاده، يعني كلمني برضو عن يعني معايشه حضرتك لمولانا، اهم المواقف اللي مرت بيها، اكتر حاجه كنت بتحبها ايه، الشخصيات الكبيره اللي كانت بتقابله. انا هقول لهم كلهم مره واحده برضو، الزعماء اللي كان بيقابلهم على مستوى العالم الاسلامي اكبر، وخاصه انه قابل كبار القاده على مستوى العالم. اتفضل فندم، اتفضل حضرتك. طبعا يا فندم، هو الشيخ محمد الطوخي مبدئيا كان دايما ما يرمم اذاننا بان احنا خدام كتاب الله، وكان بيتشرف جدا بانه يقول ان هو خادم القران الكريم، وكان دائما ما يرمم اذاننا بالتمسك بالعلم والتمسك بكتاب الله وقيم رسوله. وطبعا الابتهال الشهير بتاع العلم يحلو كلما قررته كان يوصيني بيه دائما في فترات الدراسه ايام الثانويه العامه، وان احنا لازم نتمسك بالدراسه وبالعلم ذريه بعضها من بعض. والجدير بالذكر ان العديد من احفاد الشيخ الطوخي وابنائه قد حصلوا على رساله الدكتوراه، وهو شخصيا كان حصل عليها، وكان اسمها ساعتها العالميه من الازهر الشريف. نعم. وعاليه القراءات. الشيخ الطوخي طبعا لف العديد من دول العالم الاسلامي والعربي، ووجهت له دعوه من عديد من الملوك العالم الاسلامي. نعم. يعني ملك المغرب الملك الحسن وجه له دعوه من الحكومه الايرانيه، وجه له دعوه من دول الخليج، قطر والبحرين والامارات، وجه له دعوات من الاسره الحاكمه في السعوديه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز. نعم. الملك سلمان بن عبد العزيز. وكله طبعا كان بيكون تحت اشراف من الدوله المصريه وبرعايه الدوله المصريه اللي كانت دائما من اهم رعايا اهل القران. نعم. وخاصته. فاحنا طبعا عندنا تراث كبير من السفريات، وعندنا العديد من الجوابات من المعجبين على مستوى العالم. نعم. اعجبوا بمدرسه الشيخ محمد الطوخي في التلاوه، ومدرسه الشيخ محمد الطوخي في الابتهالات، لان هو كان ليه مدرسه لوحده كده بيتميز فيها، بتجمع القليل من المشايخ العظام اللي جمعوا في التلاوه والابتهالات والتوشيح. نعم. فطبعا هو يعني كان عنده كمان براعه جميله جدا في اختياره للكلمات. صحيح. وتجد ان اي مناسبه تطرأ على العالم الاسلامي يجب ان تجد ابتهال او توشيح للشيخ محمد الطوخي. صحيح. صحيح. في داخلين على مشارف الحج. نعم. وانا كنت بادي فضيله الحج السنه اللي فاتت، وكنت في المملكه العربيه السعوديه. ايوه. سمعت بعض الناس تردد ابتهال لي فيك يا ارض الحجاز حتى. الله. يعني هو نعم. اي توقيت في اي حته هتجد ان الشيخ الطوخي قد قدم ابتهالا يمكنك ان تسمعه في هذه الحاله. نعم. المولد النبوي هتجد حاجات مدائح نبويه في المولد النبوي.
لو حبينا ان احنا نتكلم عن القضيه الفلسطينيه ان احنا دايما بنساندها والدوله المصريه ثابته نعم تحت ظل القياده السياسيه نعم بانها ترفض قضايا التهجير وترفض العدوان وترفض ان اي شيء يؤدي الى تدمير، لان هو كان بيساند القضيه الفلسطينيه وكان على علاقه قويه جدا، وراح القدس زار القدس مرتين نعم وصلى في القدس وقرأ فيها القرآن الكريم وقدم فيها الابتهالات في مسجد الأقصى مرتين. نعم. واحنا كنا قول لي سيادة دكتور صلاح، يعني لما كان جد حضرتك وهو مولانا كلنا الشيخ محمد طوخي لما كان بيحكي لكم على سفرياته، كانت اهم سفريه بالنسبه له كان بيحكيها لكم؟ طبعا هو كان اهم سفرياته اللي كانت متعلقه بحبيبه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، متعلقه بالمسجد الحرام، واللي كانت متعلقه بالمسجد الاقصى. نعم. ان هم دي القبب التي شد اليها الرحال. نعم. هو كان في اقصى سعادته، في سعادته الدينيه والروحيه، فهو موجود في هذه البقاع العطره. نعم. يعني احنا طبعا هنذكر ان هو كان ليه مواقف كبيره جدا في دعم الهلال المصري ودعم القضيه الفلسطينيه والتبرع للسعوديين الفلسطينيين ومنظمه الاونروا. نعم. لرعايه اللاجئين الفلسطينيين على مستوى العالم. نعم. فهو يعني كان مترابط جدا مع الشعب الاسلامي والشعب العربي، واحنا عندنا العديد من الجوابات من دول احنا لا يمكن كنا نتخيل ان في شخص يعني يكون بيكتب من السويد خطاب يمدح فيه صوت والروحانيات اللي عاشها مع ابتلاءات الشيخ طوخي. نعم. في زمن كان صعب فيه جدا المراسلات، يعني صحيح. في زمن كان صعب فيه المراسلات. نعم. وارسال الجوابات كانت حاجه صعبه. صحيح. احنا نكتب بلغات مختلفه عن اللغه بتاعتنا ونقول ان هو قابل الشيخ طوخي في المركز الاسلامي في السويد واتشرف انه قابله مره قبل كده، واوصاه يتعلم اللغه العربيه، وهو بيكتب الخطاب النهارده باللغه العربيه للشيخ الطوخي، وبيلتمس منه انه ما يقدملوش ان ما يكونش كتب حاجه غلط او كده، وبيلتمس منه انه يرد عليه. واعتقد ان الشيخ الطوخي اكيد رد، لان ما كانش عندنا الرد، ما قدرناش نعثر عليه يعني. نعم نعم نعم. فطبعا ده شيء يعني احنا بنفتخر بيه لحد النهارده، وبنكون سعداء بالامثله المشرفه والعظيمه اللي زي حضرتك وزي صابر رمضان، انك بتضربوا الضوء عليها انها تكون حاجه بعد كده مشجعه للاجيال اللي طالعه. ده شرف لينا احنا. القراء والمبتدئين، لان سيظل القران باقيا الى يوم القيامه، وسيظل اهله في خاصه يؤتيهم الله من علمه ويؤتيهم الله من فضله جميعا. وستظل مصر صوتا للقرآن. شكرا شكرا. يا رب. طبعا مصر تفضل صوت للقرآن. نعم. تحت رعاية طبعا المؤسسات الدينية المحترمة زي الأزهر الشريف. نعم. والكتاتيب اللي منتشرة في كل حتة. نعم. ولا يمكن القضاء على هذه الفكرة أبدا. طب قول لي سؤال أخير دكتور صلاح. اتفضل يا فندم. اتفضل. حضرتك يعني بتنتسب للمؤسسة بنعتز بها جدا يعني، وشاقة جدا أنا عارف، لكن لما بتحب تقعد مع نفسك كده ومتضايق تحب تسمع لجدك؟ طبعا نحب نسمع يعني نور على عرش الزمان، ونحب نسمع طبعا ماشي نور الله، لان احنا طبعا ده من الاعمال الشهيره جدا للشيخ محمد الطوخي. واللي منتشره طبعا وبنسمعها كتير في رمضان وفي كل الاوقات. نحب نعم. نسمع من لي سواك، دايما بتيجي على ذات القرآن الكريم. صحيح. والعلم يحلو كلما قررته، وكانت بتقف جنبنا طبعا في كل فترات الدراسه بتاعتنا. نعم نعم. والانسان سيظل يتناول من الدراسه ويتعلم، يعني العلم يحلو كلما قررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. نعم. يعني ان شاء الله. في كمان منهج ازاي تقدر تذاكر. صحيح. ازاي تقدر تنال من العلم. صحيح. يكفيك ويشفيك ان شاء الله باذن الله. بارك الله في حضرتك وفي العائله الكريمه، ذريه بعضها من بعض. سياده الرائد الدكتور صلاح الدين الشريف حسن الطوخي، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك وللساده المشاهدين واسره البرنامج، وطبعا استاذنا العظيم استاذ صابر رمضان. مساكم جميل ان شاء الله وعليكم شكرا. شكرا جدا. شكرا. اتفضل. اتفضل صابر. اتفضل بيه على لباقه الحديث، وما شاء الله اعلامي من الطراز. لا ما شاء الله عليه. الله اكبر. بقول الاذاعه المصريه سجلت للشيخ رحمه الله عليه حوالي 22 ابتهال ديني، 10 موشحات و9 تواشيح على الموسيقى، بالاضافه للسيره المحمديه. من الروائع زي ما سياده الرائد قال، العلم يحلو كلما كررته. عندي في بعض الابتهالات الأخرى: من لي سواك، ماشي في نور الله، سبحان الله، يا إلهي يا بديعا لا تحده الأوصاف، على الله توكلي واعتمادي، ولي في أرضك فيك أرض الحجاز حبيب. الله. نعم.
نقطة يعني لو اتكلمنا فيها طبعا، كانت في أمنية دايما تراود الشيخ محمد الطوخي صحيح. رحمه الله عليه. نعم. وهي فكرة طبع المصحف الشريف في مصر بلد الأزهر. نعم. خاصة أن الأوقاف كلها موقوفة لتحفيظ القرآن وتلاوته وخدمة أهل القرآن، وكان دايما يقترح عمل مجمع للمصحف لطباعة المصحف الشريف زي على غرار مجمع الملك فهد رحمه الله. صحيح. يكون مطبوع بكل الأحجام والأجزاء الأخيرة ونشره في جميع بلاد العالم العربي والإسلامي. النقطة الأخيرة طبعا وختاما لرحلة امتدت على أكثر من 70 عاما لفضيلة الشيخ، وهي الرحيل. نعم. الشيخ محمد الطوخي رحمة الله عليه توفي بعد أصيب بعدة أمراض، وكان توفى يوم. بس قبل ما أنا أستاذ دون دقيقة بس، اتكرم من كثير على مستوى العالم الإسلامي يعني سريعا كده. كتير، وأنا يعني أبرزهم مين أستاذ صابر؟ الملك الحسن اتكرم كمان عندي في وسوريا نعم. ده في حاجات كتيره جدا، انا ما رضيتش اسرد طبعا لان في 77 اتكرم في الامارات العربيه، وخاصه انه سافر 3 مرات. 79 وصلته دعوه من الحكومه التونسيه واتكرم هناك برضه، وحصل على شهاده تقدير من الدوله يمكن كنا عرضناها. أيوة. في عام 90 برضو كان من ابرز ممثلي وزاره الاوقاف في بعثتها للقدس الشريف لاحياء ليالي رمضان، وانشد هناك في المسجد الاقصى كمان خلال زيارته لفلسطين دي. الملك الحسن دعا للمغرب اكثر من مره في المجالس الحسنيه بدعوه شخصيه منه. ده اصبح صديق شخصي. نعم. صديق شخصي. نعم. شارك هناك. نعم. حصل على العديد من الاوسمه والناشين والشهادات التقدير. تمام. اللحظات الاخيره 2009 بقى. اللحظات الاخيره رحمة الله عليه توفي يوم الجمعة زي ما وكانت أمنية مقدم قال، وكانت أمنيته بالفعل. نعم. كان عمره وقتها حوالي ما يقرب من 87 سنة. نعم. حياة طبعا حفلة طويلة مع كتاب الله وتلاوته وتعليمه والقاء الإنشاد الديني، وعمله في المأذونية والوعظ والإرشاد في مساجد مصر في الخارج وفي الداخل. خرج جنازته من مسجد السلطان أبو العلا زي ما قلنا لأنه كان متعلق بيه جدا. صحيح. على حسب نبوءته هو. راحت بلد في قرية سنتريس صلوا عليه برضه هناك. كان في مسجد، إمام المسجد بتاع السلطان أبو العلا كان اسمه الشيخ سيد القبيسي. أيوة. ده كان إمام وخطيب المسجد. كان في علاقة وطيدة ما بينه وبين الشيخ محمد الطوخي، علاقة روحانية، لأنه في فترة طويلة رافقه من عمره خلال رحلته مع القرآن. لما توفي رحل بعديه ب50 يوم. صحيح. في نفس التوقيت. 50 يوم. نعم. نعم. وقيمت عليه صلاة الظهر الجمعة في مسجد السلطان أبو العلا، وبعدين صلوا عليه في مسجد سيدي سالم في المنوفية في قرية سنتريس. دفن هناك في مدافن العيلة. كان هو عمل مدفن ورممه وبناه في سنتريس، وبنى مسجد هناك كمان، مسجد شهير. نعم. هناك يعني. وفي العزاء ده اتعمل له عزاء هنا في مسجد عمر مكرم بالقاهرة. حضروا جميع المشايخ اللي عصروه من عمالقة التلاوة، وحضر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رحمه الله، ومندوب عن رئاسة الجمهورية وقتها، وبعض يعني لفيف من الجمهور المصري وقيادات. وكل يعني كل الفئات شاركت في عزاء الشيخ محمد. نعم. رحمة الله عليه. نعم. رحم الله الشيخ محمد الطوخي رحمة واسعة، كروان الإذاعة في القرن العشرين، عمدة المبتهلين، مبدع الابتهالات، أحد رموز دولة التلاوة والابتهالات، وأحد رموز القوة الناعمة لمصر. صحيح. شكرا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ صابر رمضان. شكرا. ربما يتساءل البعض، احنا عاملين مشروع كأسرة برنامج سارة صعدية مع الأستاذ صابر، هو صحافة ونحن كشاشة تلفزيون خدنا عهد على نفسنا ان رسالة دولة التلاوة نقدمها ان شاء الله متلفزة، وبقينا أكثر من سنة ونصف، وإن شاء الله نكمل المسيرة. شكرا لحضرتك، وإن شاء الله نوعد السادة المشاهدين برضو بعمالقة أخرى من عمالقة دولة التلاوة في جمهورية مصر العربية. شكرا صابر، شكرا جدا. شكرا لسيادة البرنامج، تحية تقدير واحترام. بشكر طبعا احفاد فضيله الشيخ مولانا الشيخ محمد الطوخي، سياده المقدم محمد الشريف حسن الطوخي، وايضا سياده الرئيس الدكتور صلاح الدين الشريف حسن الطوخي، وايضا المحاسب الاستاذ احمد حمدي، احفاد مولانا الشيخ محمد الطوخي. طبعا الحوار طويل جدا، دي حلقه ومضات سريعه في مسيره حياه الشيخ محمد الطوخي. يموت قارئ القران ولكن لا يموت صوته، وزي ما قلت قبل كده مصر ممكن تكون قوية أحيانا اقتصاديا وسياسيا، لكن دايما قوية من خلال ثقافيا وابداعيا في قوتها الناعمة دولة التلاوة. بشكر الزملاء الإعداد عبد الناصر أحمد والزميل حسن كامل، شكرا على علا الملاح مدير التصوير، شكرا لكل زملاء في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي دكتور عاطف المليحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الصعيد، قناة مصر السابعة.